عمرك شفت مشهد تمثيلي واتصدمت من حلاوة وعظمة التمثيل واتقان الممثل للدور؟ يعني لدرجة انك انت مبهور ومصدوم من الاداء التمثيلي اللي انت شايفه قدامك. That was the best acting I've ever seen in my whole life. هنا بقى في الغالب الممثل بيعمل حاجة اسمها الميثود اكتنج. وفي فرق كبير جدا ما بين ممثل حلو وبيعرف يمثل وممثل تاني بيمثل بالميثود اكتنج. الممثل الحلو هيعمل اللي عليه في ان هو يحاول ان هو يوصل لك المشهد اللي مكتوب له قدامه، ولكن الميثود اكتور هيعاني ويعذب نفسه اسوأ عذاب عشان يخليك بس تصدق 100% باللي هو بيحاول ان هو يقدمه لك. يعني مثلا الاختلاف ما بينهم في التحضير للدور بيكون ان الممثل الكويس بيستعد باكتر حاجة عنده في ان هو مثلا يتمرن ويعمل جسم حلو ومناسب للدور، او ان هو يقعد بالساعات ويركب حاجات ومكياج على وشه عشان بس يبقى شكله غريب. هيحاول ان هو يبين لك ان هو سعيد، زعلان، متعصب، الكلام اللي احنا عارفينه ده كله. ولكن الميثود اكتور ما بيؤمنش بالكلام ده كله، ما بيعترفش ان هو مفروض يمثل، وبالنسبه له هو مفروض يحس ويشعر ويدخل فعلا جوه الدور اللي هو بيقدمه. في بقى منهم بيوصل لمراحل متقدمه بشكل رهيب جدا ومؤذي فعلا، زي ان هو مثلا يضرب او يعور نفسه، او ان هو ينزل وزنه بشكل مرعب جدا لدرجه ان هو يبقى زي زومبي، او ان هو يحبس نفسه في اوضه لمده شهر كامل عشان بس يحول نفسه لشخص مجنون ومريض نفسي. واللي طبعا انا مش محتاج اقول ان كل بيؤدي ان الممثل يحصل له مشاكل كبيره نفسيا وحاجات غلط كتير جدا بتحصل له بسبب الموضوع لدرجه ان في ممثلين فقدوا حياتهم. وده بيفكرني في مره مذيع بيسال كريستيان بيل الممثل، وده واحد من اكتر الممثلين اللي بيستخدموا الميثود اكتنج في الدنيا كلها، بيقولوا الشخصيه بتقعد قد ايه في دماغك، واللي هيقول له يعني هم اصلا بيخرجوا من دماغي، ودي حتى لو هو بيهزر فيها، مع اني ما اعتقدش ان هو بيهزر اساسا، فهي حاجه مرعبه. وطبعا ده اكتر نوع تمثيل محبب جدا للجوائز، وخاصه جائزه الاوسكار اللي بيعشقوا ان الممثل يعذب نفسه. فتعال بقى نتكلم شويه عن الميثود اكتنج واكتر ممثلين بيستخدموه وايه اللي حصل لهم من استخدامه. واللي بنبدا باعظم ممثل في التاريخ بالنسبه لي، دانيال دي لويس. الراجل هو الاب بتاع الميثود اكتنج، حرفيا الراجل مرعب، مختل عقليا، مجنون فعلا، مش هزار، مش بهزر بجد. هو فعلا بيعمل في نفسه حاجات غريبه جدا عشان بس يخش جوه الدور. يعني مثلا في فيلم اسمه ما ليفت فوت، اللي هتشوفه في الفيلم بيقدم اداء تمثيلي مرعب، واللي هو بيتقمص شخصيه حقيقيه اسمها كريستي براون، شخص عنده شلل في دماغه وقاعد على كرسي متحرك. وبص اداؤه عامل ازاي. وعايز اقول لك ان ده من اوائل افلامه اساسا. وعشان يحضر للدور راح دانيال قضى وقت طويل جدا مع اطفال بيعانوا من شلل في دماغهم عشان بس يحاول ان هو يفهم هما بيتكلموا ازاي وبيتصرفوا ازاي وبيتعاملوا ازاي اساسا. وفي نفس الوقت كان عايز يفهم معاناتهم، ويا عيني هما ازاي الناس بتحكم عليهم. الفكره ان كل عادي، ولكن لما وصل لموقع التصوير خلاص المفروض بيمثل، لا، هو اصبح عنده شلل في دماغه بجد. هو صدق فعلا الموضوع لدرجه ان هو ما كسرش خالص شخصيته في موقع التصوير. يعني الممثله اللي بتشاركه في الفيلم اتكلمت عن الموضوع قبل كده، ان هو كان مجنون جدا وغريب لدرجه ان هو بعد ما يوقفوا التصوير كان بيفضل برضه يناديها باسمها في الفيلم، وبيتكلم معاها كانه مشلول، وبيخلي الناس ان هي تناديه باسمه بتاع الفيلم برضه. ومش بس كده، هو بيخليهم كمان ياكلوه في بقه ويحركوه بالكرسي المتحرك، لان هو مشلول دلوقتي، ما ينفعش حتى بعد ما يخلصوا تصوير ان هو يرجع لحياته الطبيعيه. لدرجه يا جدعان ان هي بتقول ان هي طول مده التصوير ما شافتوش غير مره واحده بس بيمشي على رجليه طبيعي. بس انت متخيل الموضوع عامل ازاي؟ وطبعا يعني مش محتاج اقول هو خد اول اوسكار لادائه في الفيلم واللي دي مش هتبقى اول اوسكار، هو هياخد 3 اوسكار، اكتر ممثل خد اوسكار في التاريخ. في فيلم تاني بقى اسمه ذا لاست اوف موهيكنز. الفيلم ده بقى احداثه بتحصل في القرن ال18. فدانيال دي لويس يعمل ايه بقى؟ راح فضل قاعد اسابيع قبل ما يصور الفيلم في ان هو يعيش في الغابات هناك، ورفض ان هو ياكل اي حاجه غير لما يصطادها هو بنفسه. بعد كده هيعمل فيلم اسمه ذا كريسيبل. في الفيلم عشان يحضر ليه راح بنى كوخ كامل قديم جدا في وسط الغابه، وراح عاش فيه هناك، وبيبني الحاجات اللي حوالين البيت هو لابس لبس الشخصيه بتاعته بتاعت الفيلم، وفضل عايش في الكوخ من غير ولا ميه ولا كهرباء عاديه. هو عايش كانه فعلا شخص قديم طول مده تصوير الفيلم. انا عايز اقول لك ان هو عشان يعمل شخصيه لينكولن اللي هو الرئيس الامريكي راح سافر بالزمن عشان يقابل، لا بهزر مجنون يا جدعان، مجنون فعلا. ودي حاجه مرعبه جدا فعلا، مش هزار. لان تخيل معايا ان هو عمل في حياته كلها 22 فيلم، كل دور في كل فيلم منهم بيعيش جوه
الشخصيه اللي هو بيلعبها بالشكل المرعب دوت، وبيصدق فعلا ان هو الشخص دوت. فدانيال بالنسبه له هو تقمص وعاش حياه 22 شخصيه، فعلا كان بيحاول ان هو يكون هو الشخصيه دول، مش مجرد ان هو بيمثلها. والغريب اكتر ان هو مؤمن ان هو لازم يخش جوه اعماق الشخصيه ويعيش كانه هو الشخصيه الخياليه ديت. Can't say for sure that it necessarily helps me or helps what I'm doing, but I believe that it does. I have a strong belief that it does, and that's all that matters. Yeah, that's all that matters. واعتقد ان انا مش محتاج اقول ان طريقه دانيال دي لويس المعتوهه ديت لو ما كانتش ناجحه فعلا في ان هو تخليه ممثل عظيم، ما كانش اصبح افضل ممثل في التاريخ وخد 3 جوائز اوسكار. يا اخي انت حتى مستحيل تعرف صوته الحقيقي عامل ازاي، الراجل حتى نبره صوته بيغيرها بشكل مرعب. انا فاكر اول فيلم شفته له اللي هو افضل فيلم ليه وافضل اداء تمثيلي انا شفته في حياتي اساسا، زير ويل بي بلاد، واللي اتكلمت عنه قبل كده. صوته كان فخم جدا جدا، تحسه كده فيه تستوستيرون، كان مرعب بالنسبه لي. I've abandoned my child. I've abandoned my boy. رحت بقى بعد الفيلم سمعت صوته وهو بياخد الاوسكار بعد ما كسبها عن الفيلم دوت، اتصدمت من ان هو مين ده يا جدعان، مين اللي بيتكلم دوت. I've been thinking a lot about fathers and sons in the course of this, and في فيديو كامل على يوتيوب اسمه The Many Voices of Daniel Day-Lewis، اصوات دانيال دي لويس الكتير، لان حرفيا صوته نفسه مش فكره اللهجه، لا صوته بيتغير مع الفيلم. فطبعا تقمصه للشخصيات دوت كان مأثر عليه جدا نفسيا لدرجه ان هو اعتزل في اوج عطائه وشهرته في 2017. كتير بقى من الممثلين بيستخدموا الميثود اكتنج، في احصائيه ان 65% من اللي كسبوا اوسكار كانوا اصلا ميثود اكتورز. يعني مثلا عندك مارلون براندو اللي هو اسطوره في الموضوع دوت ويعتبر الاب الروحي للموضوع، روبرت دينيرو اللي خلى نفسه حرفيا سواق تاكسي بجد مش هزار فتره قبل ما يصور فيلم تاكسي درايفر، كريستيان بيل اللي حرفيا اتكلمنا عن موضوع وزنه دوت قبل كده، حرفيا الراجل مرعب يا جدعان في وزنه، بيطلع وينزل في وزنه بشكل غريب. طبعا خواكين فينيكس في جوكر، ادريان برودي في فيلم ذا بيانيست حرفيا باع عربيته وساب بيته خالص وقعد لوحده لمده شهور وراح يتعلم بيانو بجد ودخل في اكتئاب شديد جدا بعد الدور. شايا لابوف في فيلم فيوري راح خلع سنته بنفسه ورفض ان هو يستحمى طول ما هو بيصور. وحتى النساء بيعملوا الميثود اكتنج مش الرجاله بس، عندك ناتالي بورتمان في فيلم بلاك سوان راحت اتدربت باليه لمده سنه كامله وحرفيا بقت شبه محترفه في الموضوع مع ان هي عمرها اصلا ما كانت راقصه باليه. ولكن طبعا الموضوع هنا بيجي بثمن شديد جدا. كل الممثلين دول اتقنوا ادوارهم بشكل مرعب ولكن ما بيعرفوش ان هم يخرجوا بره الدور بتاعهم، وبيفضلوا فتره طويله فاكرين ان هم الشخصيه اللي هم بيلعبوها، بتدخل جوه دماغهم لدرجه ان هي بتصبح هويتهم، بينسوا نفسهم وبيفتكروا ان هم الشخصيه ديت. يعني مثلا من قريب عندك الممثل اللي اسمه اوستن باتلر كان بيلعب شخصيه الفيس ودخل جوه الشخصيه جدا لدرجه ان هو بعد ما خلص الفيلم ما عرفش ازاي ان هو يخرج منها. ولا بجد مش بهزر بجد عشان الموضوع اتحول لميم اصلا، ان هو فضل مثلا بعد سنه من الفيلم دوت كل مقابلاته كان بيتكلم بنفس الصوت بتاع الفيس، مش عارف ان هو يخرج بره الشخصيه اللي كان بيلعبها. حتى جيم كاري ممثل الكوميدي اللي كلنا بنحبه قرر ان هو يصبح ميثود اكتور في فيلم اسمه مان اون ذا مون، كان بيلعب شخصيه اسمها اندي كوفمان. الشخصيه ديت كانت شخصيه كريهه جدا واسلوبها وحش وكانت غريبه فعلا، فجيم كاري قرر ان هو يلعب الشخصيه ديت في ان هو ما يخرجش بره الشخصيه خالص حتى بعد ما يخلص تصوير. طبعا دي كانت حاجه كويسه جدا عشان هو يعرف يعمل دور عظيم، ولكن ده ما حصلش. الفكره ان هو فعلا اصبح شخص تاني وما قدرش ان هو يخرج بره الشخصيه، اصبح ان هو شخص مجنون غريب بيتعامل مع الناس بطريقه وحشه، مش عارف يخرج، وبدا ان هو يسال نفسه انا مين. حتى المخرج ما بقاش قادر ان هو يتعامل معاه، طاقم التصوير بقى مش فاهم هل هو بيمثل دلوقتي ولا هو بيتكلم بجد، هو نفسه ما بقاش عارف هو مين فعلا، هل هو جيم كاري ولا الشخصيه اللي هو بيلعبها، لان هو مش عارف يخرج منها، لدرجه ان هو اتعمل وثائقي نزل في سنه 2017 عن الموضوع دوت. وفي بقى في نفس الوقت حاجات عبيطه زي مثلا جاريد ليتو اللي لعب دور الجوكر قاعد يقول ان هو ورا الكاميرا كان بيعمل حاجات غريبه بقى، وان هو من كتر ما تقمص دور الجوكر اصبح زي هيث ليدجر فبقى غريب جدا. ولكن طبعا لما شفنا الفيلم عرفنا ان كان اسوأ شخص مثل دور الجوكر في التاريخ كله، يعني ما شاء الله عليه يعني. وحسيت ان هي حركه تسويقيه اكتر عشان اللي هو يعني ترى احنا عندنا كمان هيث ليدجر دلوقتي يعني، بس هو عمل اسوأ دور جوكر انا شفته في حياتي. حتى نيكولاس كيدج جت عليه فتره ان هو كان بيقول ان هو بيعمل نفسه ان هو بيخدع عقله ان هو شخص من بعد تاني، شخصيه خياليه بيخدع بيها نفسه عشان يتقمص الدور يعني ويصدق ان هو فعلا الشخصيه ديت، وشويه حاجات عبثيه غريبه جدا هو بيعملها في نفسه. وطبعا بقى لازم لو انت هتتكلم عن الميثود اكتنج اصبح لابد من انك انت تذكر هيث ليدجر في دور الجوكر، واحد من افضل الادوار السينمائيه في التاريخ كله، واللي بسبب تقمصه الشديد جدا لشخصيه الجوكر هو اللي ادى في الاخر ان هو يموت بعد ما خلص تصوير الفيلم، ومات وهو لسه شاب
صغير. فالفكره في هيث ليدجر ان هو كان بدا يكون نجم هوليودي كبير، وطبعا باين من شكله ان هو شكله كده ولد دلوع خالص ما يليقش على دور شرير زي دور الجوكر. ولكن كريستوفر نولان كان بيكلمه عشان يعمل اصلا دور بروس وين اللي هو باتمان قبل ما كريستيان بيل ياخد الدور. هيث ليدجر هيرفض لان هو ما شافش نفسه كباتمان، هو كان شايف اصلا ان هو ما يعرفش ياخد نفسه بجديه لو هيلعب دور بطل خارق لابس لبس غريب وبيعمل حركات غريبه وعبيطه، فكان شايف حوار الابطال الخارقين دوت عبيط. ولكن كل دوت هيتغير لما يتفرج على فيلم باتمان بيجينز، اول فيلم الباتمان، وهيعرف ان سلسله دارك نايت اللي بيعملها كريستوفر نولان مختلفه عن اي حاجه اتعملت قبل كده، واللي بعد كده هيقدم في الجزء الثاني ذا دارك نايت في دور الجوكر. وبص على شكل هيث ليدجر، انت شايف فيه جوكر؟ مستحيل. الناس ساعتها اصلا قلبت الدنيا كلها، ازاي الولد الدلوع الغريب دوت هيكون هو الجوكر؟ محدش كان متوقع منه اي حاجه خالص. ولكن هيث ليدجر عشان يتقن بقى الدور فراح حبس نفسه في اوضه في فندق لمده شهر كامل، وكل اللي كان بيعمله طول الشهر دوت ان هو يدرس كل الحاجات اللي كريستوفر نولان اداها له، وبدا ان هو يتحول للجوكر واحده واحده، صوته، ضحكته، مشيته، كل حاجه بدا ان هو يتحول ليها للجوكر. والموضوع بقى وصل معاه لمرحله ابعد ومتقدمه في ان هو يكتب بنفسه مذكرات للجوكر، وهي عباره عن ان هو اصبح هو الجوكر خلاص، فبيكتب مذكراته كان فيها حاجات غريبه وعجيبه ومخيفه فعلا، صور لضباع عشان مستلهم منها ضحكته، وكاتب مثلا حاجات بتخليني اضحك، مرض الايدز، طفل اعمى، حيوانات في حوادث طرق، صور للجوكر، صور ليه وهو بيحاول يبقى الجوكر. والاكتر بقى في ان هو كان مستلهم حاجات كتير من بطل فيلم اكلوك اورنج اللي عامله ستانلي كوبريك. الفيلم ده برده كان مزعج جدا جدا، وعلى فكره الصور دي كلها والحاجات دي كلها موجوده على ريدت عادي، يعني ابحث عنها وهتلاقيها. فتحس ان هو فقد عقله فعلا من الدور. حتى كريستيان بيل استغرب قبل كده ان هيث ليدجر قال له ان هو يضربه في اي مشهد فيه ضرب، ويضربه جامد كمان وبجد. هو استغرب من الموضوع واستنكره لان هو ما كانش مستاهله يعني. والفكره ان بص كريستيان بيل كان ساعتها معضل وقوي فعلا، فالفكره ان هو لو ضربه هيأذيه فعلا. وبعد ما الفيلم نزل طبعا كله اتصدم من طريقه تقمصه للدور، الراجل حرفيا اصبح هو الجوكر، لدرجه ان هو اي حد بعد كده بيجي يمثل الشخصيه ديت بيخاف ازاي هيقدر ان هو يعملها زي ما عملها هيث ليدجر. ما عدا خواكين فينيكس عملها حلو جدا جدا. وعايز اقول لك ان هو من كتر ما تقمص فعلا الدور ان محدش عارف اصلا ان هو اللي كان بيلعب دور الجوكر يعني. ومش محتاج اقول ان دارك نايت هو افضل فيلم سوبر هيرو في التاريخ كله. ولكن برضك مش عايزين نأفور في الموضوع، وان هيث ليدجر برضك ما كانش دايما هو الجوكر وبره التصوير هو الجوكر، لا هو بس هو بيمثل كان جوكر يعني. كان عادي بيروح موقع التصوير وبيهزر وبيضحك مع الناس وبيكون شخصيته طبيعيه كممثل عادي. ولكن المشكله في الموضوع ان هو هيأثر عليه بعد ما يخلص تصوير، هيأثر عليه نفسيا بشكل كبير جدا، اللي هيخليه يجيله أرق شديد، ما بيعرفش ينام بالليل، اكتئاب، قلق، مشاكل نفسيه، خليته لدرجه ان هو ياخد علاج للحاجات ديت. وبدأ ان هو ياخد منوم، علاج للاكتئاب، ادويه للقلق، مسكنات، ولا يوصل ان هو هياخد جرعه زياده من الحاجات دي كلها هتخلي ان هو يتوكل على الله. فزي ما قلت ان الطريقه المرعبه ديت في التمثيل بتيجي دايما بتمن، ان ممكن توصل ان الممثل نفسه يتعرض لمشاكل نفسيه خطيره جدا او حتى مشاكل جسديه. طبعا احنا مش بنأيد يعني ان هم يموتوا نفسيهم، ولكن الفكره ان هو بياخد فلوس كتير جدا عشان يقدر ان هو يتقمص شخصيه خياليه ويخلي ان احنا نستمتع بيها ويخليها ان هي تصبح حقيقيه فعلا. فعشان كده انا بدعم جدا الميثود اكتنج. وشكرا.